قصتنا النهارده بتبدأ مع الأخين لياو وسيون اللي بيكونوا في محمية تايكونج وبيحاولوا يوصلوا لعلاج نادر جدا لعلاج أختهم الصغيرة، ولكن أثناء وجودهم هناك الأحداث بتبدأ على طول وبيسمعوا صوت ضجيج عالي جدا وبيعرفوا إن دي تبقى محاولة لاختراق البوابة الجبلية لمحمية تايكونج، والموضوع ده بيكون في غاية الخطورة. وفي الوقت ده بنشوف سيد المحمية جاو اللي بيكون موجود في حقل طاقة وفاقد لكل قدراته، وحراسه بيحاولوا يفوقوه بسرعة علشان يتصدى للخطر. وبنرجع بالزمن شوية وبنعرف إن جاو هو الشخص اللي كان بيرعى المحمية، ده غير إنه نقل علمه وفنون القتال الخاصة بيه لستة من أفضل تلاميذه ومن ضمنهم لياو وسيون. وبعدها هو انتقل لحقل الطاقة السماوي علشان يرتقي مع باقي المقاتلين المقدسين، ولكن للأسف تعليمه للطلاب الستة ما كانش عاجب كبار العشيرة واللي لحد دلوقتي بيحاولوا السيطرة عليها والقضاء عليهم. وفعلا الهجوم اللي بيحصل حاليا على محمية تايكونج بيكون من قبل السادة الأشرار كبار العشيرة. أما يانج زي بقى فده واحد من الطلاب الستة بيتولى الدفاع عن المحمية مع واحدة تانية منهم اسمها يوان، وهجوم السادة الأشرار بيكون قوي جدا ويوان بتتأثر بيه لأنها بتنقل طاقتها للسيد جاو، وحتى يانج زي مش بيقدر يتصدى لهجومهم وبيكون على وشك إنه يتهزم في أرض المعركة. بس في اللحظة دي السيد جاو بيخرج من وسط حقل الطاقة، ولكن ده ما منعش السادة الأشرار من استمرار هجومهم وبعتوا كمان مقاتلينهم علشان يقضوا على السيد جاو. ورغم ان يانج زي ويوان كانوا خايفين لان السيد جاو ما كملش استرداد الطاقة، الا انه بيقضي على المقاتل اللي بدأ الهجوم في غمضة عين. بس الحقيقة بتكون ان السيد جاو كان بيدعي استرداد طاقته علشان ينشر الرعب في السادة الأشرار، وفعلا اول ما شافوا اللي عمله في المقاتل بتاعهم اخدوا بعضهم وهربوا من المكان. وقبل ما يرجع مرة تانية لحقل الطاقة بيكلف يانج زي ولياو بحراسة بوابة الجبل. وفي الوقت ده بيكون السادة الأشرار وصلوا لمكان سيون واستغلوا بعد باقي المقاتلين وبيخدعوها وبيقولوا لها ان السيد جاو مات ومش هيدافع عنها، وبالفعل بيهجموا عليها وبيضربوها ومش بتقدر تتصدى ليهم وبيكونوا على وشك خنقها وقتلها، ولكن زعيمهم الأخ الكبير المصاب بالعمى بيوصل وبيوقفهم. وسيون بتسمع كلام الأخ الكبير وبتعرف انه سابها عايشة لان دمها بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الطاقة، وبتعرف وقتها ان السيد جاو نقل ليها جزء كبير من دمه، وده لانها كانت مريضة وهتموت وكان لازم انه يساعدها. وساعتها بتعرف انها لازم تعمل كل اللي تقدر عليه علشان ما تنقلش دمها للسادة الأشرار، وبتقوم تاخد بعضها وبتهرب من المكان. ولكن الأخ الأكبر للسادة الأشرار بيستخدم الظل الأسود علشان يمنع حركتها ويحاصرها، وقبل ما يهجموا عليها مرة تانية بيوصل السيد جاو في الوقت المناسب وبيقف في طريقهم. وسيون بتفرح جدا لأنها كانت فاكرة ان السيد جاو بالفعل مات، وبعدها بيسلمها لباقي التلاميذ علشان يهتموا بيها ويرجع هو يقاتل الأخ الأكبر للسادة الأشرار. وأول ما بيستخدم النار المقدسة في الهجوم عليهم كل أهل المدينة بيلاحظوها وبيعرفوا ان السيد جاو رجع من الموت، وزعيم عشيرة السادة الأشرار بيظهر بعد رجوع السيد جاو وبيطلب منه ياخد طلابه ويمشي من المكان وكفاية الدمار اللي سببه وإلا بقى هيهجم عليه وهيقضي عليه تماما. وجاو بيكتشف ان زعيم السادة الأشرار واحد من القديسين الثلاثة وبيقدر يكتشف مستوى تطور الطاقة الداخلية بتاعته، وبيعرف ان لسه ما كملش طاقته وان جسمه ضعيف جدا وهيقدر يهزمه، ولكن على الرغم من ده فجاو ما تراجعش وده سبب شوية خوف للقديس، ولكنه بالرغم من ده كمل الهجوم بتاعه على جاو. والغريب ان جاو قدر يرد الضربة ويسبب له ضرر كبير جدا بدون حتى ما يتحرك من مكانه. وساعتها بيتدخل باقي المقدسين الثلاثة علشان يدافعوا عن اخوهم وبيستخدموا طاقتهم كلهم مرة واحدة علشان يوجهوا ضربة لجاو، ولكنه بيقدر يصدها بكل سهولة. ولما بيلاقوه بدأ يسيطر على القتال وهيتغلب عليهم طلبوا منه انه يسامحهم، ولكن سيون بتفوق وبيبلغوه بكل الافعال الشريرة اللي عملها المقدسين الثلاثة، فبيقرر انه يعاقبهم عليها. وبعد ما لقنهم درس محدش ابدا هينساه بنشوف واحد من المقدسين الثلاثة بيروح يبلغ خبر عودة جاو للملك شين، ولكنه بياخد كلامه باستهزاء وبيعرفه انه مش هيجيب له حقه ولازم يبقى قوي علشان ينتقم بنفسه من السيد جاو. وبنرجع تاني للسيد جاو اللي بيرجع مع تلاميذه لمحمية تايكونج، وهناك بيكلمهم عن الشيخ الأكبر وانغ هينج وبيعرفهم انه كان خاين، وده بيثير دهشة الجميع. وبيكشف
وبيكشف لهم انه تسبب في انتشار سحر اسود بيصيب الجميع بمرض خطير اسمه الاجنحه المنقطه، وده وباء خطير جدا بيصيب البشر المصابين بيه ببقع داكنه على الجسم. وفي البدايه المرض مش بيكون قاتل وبيكون مجرد تعب خفيف بيتم تجاهله، ولكن بعد كده بيؤدي لنزيف قاتل، ومحدش من التلاميذ بيكون مصدق الكلام ده، وبيكونوا واثقين في الشيخ وانج هينج وبيطلبوا من السيد جاو انه يعالجه. وفعلا السيد جاو بيقرر يخرج في رحله لاكتشاف الحقيقه والبحث عن علاج للوباء، والتلاميذ بيكونوا عايزين ينضموا للسيد جاو في رحلته، ولكنه بيكون محضر لكل واحد فيهم مهمه تانية وبيطلب منهم تنفيذها، ما عدا سيون الوحيده اللي بتصمم على انها تروح معاه، فبيوافق على انضمامها. وفي طريقهم في المدينه خارج المحميه بيسمع شاب بيتكلم مع باقي الشباب عن وانج هينج وعن القصص اللي بتتقال عنه، زي مثلا انه كان متعاقد مع عشيره الشيطان، فبيروح يتكلم معاه وبيعرف المعلومات اللي معاه عنه، وبيعرف ان وانج هينج كان ليه علاقه وثيقه مع الشيطان الاكبر وانه مستحيل يكون شخص كويس. والكلام ده بيضايق سيون وبيخليها تتعصب عليه، ولكن جاو بيوقفها. واثناء كلامهم بيحصل هجوم من مجموعه من المقاتلين على بوابه الجبل من مجموعه من المتمردين، ولكن طبعا السيد جاو بيقدر يقضي عليهم كلهم بكل سهوله. وقائد المجموعه بيستخدم قوه التعبان علشان يهجم على السيد جاو، ولكنه بيقدر يصد الهجوم وبيسيطر على القتال. وبعدها بيطلب من قائد المجموعه يبلغه بالمعلومات اللي عنده عن وانج هينج، وبيعرف انه فعلا اتحالف مع الشيطان علشان يحسن من طاقته، والسيد جاو مش بيصدقه فبيضربه بسيفه وبيقطع دراعه. فبيبدا بقى يحكي القصه الحقيقيه كلها، وان السيد وانج هينج كان على اتصال مع عديد من المرضى اللي بيعانوا من انتشار البقع الداكنه في جسمهم، ولما حاول يصنع ترياق فشل لانه ما لقاش اي طريقه يصنع بيها من الكتب الطبيه القديمه. ولكن زعيم الطائفه رفض الخروج للبحث عن الترياق، ونصح الموجودين باستخدام حبات الاشباح علشان يكسبوا طاقه تحميهم من الاصابه بالمرض، والطاقه اللي يقصدها هنا هي طاقه التعبان السوداء. ولما رفض وانج هينج استخدام حبه الاشباح هددوه انهم هيأذوا البنت الصغيره اللي بيربيها، وبنعرف ان البنت دي تبقى سيون. فبتعرف سيون ان وانج هينج مش خاين وانه عمل كل ده علشان يحميها، والسيد جاو بيعرف ان وانج هينج ما كانش خاين، فبيقتل زعيم المتمردين اللي كان سبب في اصابته بالمرض وموته، وبيوعد سيون انه هينتقم علشانه. وفكره الانتقام اللي بيفكر فيها السيد جاو هي القضاء على كل طلاب الطائفه اللي بدأت في نشر حبات الاشباح، فبيروح مع الشاب اللي قابله في المدينه علشان ينضموا للطائفه. وفي البدايه بيفكر انه يقضي عليهم كلهم مره واحده، ولكنه بيكون عايز يدور على حبات الاشباح في البدايه علشان يبرئ سمعه وانج هينج اللي العالم كله فاكر انه اتحد مع الشيطان وهو اللي متسبب في المرض. وزعيم الطائفه بيبدا اختبارات القبول في الطائفه، واول اختبار بيكون الحجر الازرق، وبيكون شرط على كل المتقدمين يحطوا ايديهم على الحجر علشان يكتشف طاقتهم، وان المتقدمين اللي مستواهم ضعيف هيخرجوا من المنافسه. ولما الدور بيجي على جاو بيحط ايده على الحجر، وساعتها الحجر مش بيتاثر بطاقته، والكل بيكون واقف يضحك عليه بسبب ضعفه. ولكن مره واحده الحجر بيتدمر لاكتر من قطعه، وده بسبب طاقه جاو الجباره. وبعد قبول جاو في الطائفه بيروح يتعرف على امير العشيره كلها، وامير العشيره بيكون حاسس بملل من كل الاختبارات اللي بتحصل في السابق، ولكن المره دي اتفاجئ ان في طلاب اصحاب طاقه كبيره. واول ما قابل جاو وسيون وصديقهم تشين طلب منهم يتبعوه، وده بيصير غيرة كل الطلاب الباقيين. واثناء جولتهم في المدينه جاو بيعرض على الامير انه يروح معاه للغابه علشان يوري له مكان جديد يستحق الزياره، ولكنه لما بيوصل معاهم مش بيلاقي اي حاجه مثيره للدهشه، فبيشك في جاو وبيتعصب عليه وبيحذره لو كان بيحاول خداعه. وقبل ما يكمل كلامه جاو بيضربه رجل قويه وبيوقعه على الارض، والامير بيحذره ان ابوه لو عرف باللي حصل مش هيخرجه عايش من المدينه. ولكن السيد جاو مش بيهتم بكلامه، وجاو بيكشف له ان وانج هينج مات بسببه هو وابوه، والامير بالفعل مش بينكر كلامه وبيقول له ان كل اللي حصل كان غلطه وانج هينج نفسه. ولما جاو بيكلمه عن حبه للاشباح بيترعب وبيعرف انه يبقى السيد جاو، فبيحاول يهرب، بس السيد جاو بيستخدم سحره علشان يسيطر عليه ويشل حركته. والامير مش بيلاقي قدامه حل غير انه يحكي له القصه وبيعرفه الطريقه اللي حصل بيها على حبه الاشباح، وبيقول انه كان في كهف بعيد للمغامره، وهناك اكتشف قبر الشيطان، واول ما فتحوا كل اللي موجودين معاه اتصابوا بالبقع البنيه ما عدا هو لانه كان واخد حبه الاشباح من القبر. وبعد ما عرف جاو الحقيقه الكامله خرج السيف بتاعه وقتل الامير انتقاما لوانج هينج زي ما وعد سيون. وبعدها بيرجعوا مره تانية للعشيره، وبتكون اخبار موت الامير انتشرت ومحدش بيكون عارف ايه اللي حصل له ومين اللي قتله. وفي الوقت ده بنشوف الملك شين اللي بنكتشف انه يبقى والد الامير المقتول، وشين بيكون
بيستخدم سحره علشان يشوف مشهد موت ابنه، وبيكشف للكل ان القاتل يبقى السيد جاو اللي بيكون حاضر بنفسه في القصر وسط الحشود، وبيسمع هتافهم وهما بيطالبوا الملك شين بقتله والانتقام منه بمجرد الوصول لمكانه، علشان يفاجئهم بعدها ويخرج وسط الحشود ويرمي الزي اللي متنكر فيه ويقف وسط الكل بكل شجاعة، والكل بيكون مرعوب من السيد جاو، وده لانهم شايفين انه الشيطان الاخطر في العالم. ولكن الملك شين مش بيهتم مين اللي واقف قدامه، وبيكون عايز ينتقم لموت ابنه الامير، وبيستعد الملك شين وكل جنوده واتباعه علشان يهجموا على السيد جاو. فيا ترى هل هينجح السيد جاو على القضاء عليهم والانتقام كمان لوانج هينج وكشف الحقيقة الشيطانية للملك شين ومملكته للعالم كله، ولا هينجح الملك شين في قتل جاو والانتقام لابنه؟ هو ده بقى اللي هنعرفه في الجزء الجاي من الانمي بتاعنا. استنوني بقى في الفيديو الجاي علشان تكملوا باقي القصة. سلام.